سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي. إليكم نشرة الأخبار من تلفزيون دولة إريتريا. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي، والمستهلك المعتاد بالأهم والأبرز. الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا يجري تقييما لأنشطة نصف السنة. تخريج أكثر من 200 مواطن من دورة في العلوم الاجتماعية بالإقليم الجنوبي. دعوة عامة لتوخي الحذر من تناول الأملاح. الصين تدعو الدول الآسيوية للتضامن مع اقتراب فرض الرسوم لترامب. ترامب يفرض على البرازيل رسوما جمركية ب50%. وزعيم أرمينيا وأذربيجان يلتقيان لبحث عملية السلام. إلى التفاصيل. عقد الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا يومي 8 و9 من يوليو الجاري تقييما لأنشطة النصف الأول من عام 2025، وتبحث حول أهم برامج النصف الثاني من هذا العام. وأفاد رؤساء المكتب المركزي والإدارات الإقليمية ببذل جهود فعالة لتعزيز الوعي والمشاركة السياسية بين الشباب والطلاب، وزيادة الرغبة والاهتمام بالتعليم، وتعزيز الوعي الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز البرامج الثقافية والإعلامية. وأشار المشاركون في التقييم إلى تسجيل تقدم ملحوظ في تنظيم الندوات والمحاضرات، إضافة إلى المسابقات التعليمية والثقافية والرياضية وجوائز الطلاب المتفوقين. أما بخصوص برامج النصف الثاني من هذا العام، فتشمل مواصلة الأنشطة الفنية وتعزيز برامج التأثير على الأقران وتنظيم حملات تنموية لطلاب الحصاد التنموي. وفي كلمته الختامية قال رئيس اتحاد الشباب وطلبة إريتريا السيد صالح مدين أن النتائج المسجلة باتت مشجعة، حيث يتم اتخاذ إدارات الضواحي كأساس لتنظيم برامج الجمعية، مؤكدا تكريس الإمكانات والمعرفة من أجل الوطن هو جزء من تنفيذ إرث الشهداء. قام مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي بتخريج 208 مواطن من دورة في العلوم الاجتماعية قدمت في الفترة من الأول وحتى 9 من يوليو في مدينة دك أمحاء. المتدربون وهم من تنظيمات موظفو المؤسسات الحكومية والتنظيمات الشعبية قدموا من 12 إدارة مديرية، وشمل التدريب تاريخ الشعب الإريتري والفكر السياسي والتنظيم وعملية بناء الدولة وتحدياتها. وذكر مسؤول الشؤون السياسية لمكتب الجبهة في الإقليم الجنوبي السيد إدريس علي في كلمته في حفل الختام أن المتدربين تقسموا إلى مجموعات تشاورية، إضافة إلى مشاركتهم في أنشطة رياضية وأعمال نفير جماعي. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية في الإقليم الجنوبي السيدة آمة نقوسة بدورها أن هدف البرنامج هو قرص الوعي الشامل وخلق تفاهم مشترك وزيادة الإنتاجية، مرغبة عن أملها بمشاركة المتدربين بفعالية في الأنشطة التي ترد في المصلحة العامة والعمل بجد لتعزيزها. وأشار حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفتين إلى أن تعليم العلوم الاجتماعية يعد مجالا مهما للنمو من خلال معرفة البيئة بشكل كامل وعميق، وتحديد نقاط القوى والتحديات التي تواجه المسيرة الوطنية. أوضح الدكتور سمعون كبرون من مستشفى مندفر الإقليم المرجعي أن الملح مهم جدا للنمو الجسدي والعقلي للإنسان، وقال أن الملح هو أحد العناصر الأربعة البيضاء التي يجب تجنبها لدى وجود الأمراض غير المعدية التي تحدث نتيجة الغذاء الخاطئ، مشيرا إلى أن الملح معدن يجب تناوله بكميات مناسبة. وذكر بأن تناول الملح يتناقص بين الشباب والأطفال بسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى في العصر، لكن ينصح تقليل تناول الملح فقط لمن تزيد أعمارهم عن 45 عاما
ويعانون من أمراض مختلفة. وحث الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل على تناول الملح المعالج باليود بشكل صحيح لأنه ضروري. وقال الدكتور سمون أن الإنسان يحتاج ما بين 1.15 و 2.3 جرام من الملح يوميا، أي نصف معلقة، لكن كمية تناول الملح تختلف حسب العمر والجنس والأمراض المزمنة وعوامل أخرى. ونصح المرأة الحامل بالخضوع للمتابعة الطبية لأن ضغط الدم أثناء الحمل لا يمكن السيطرة عليه بتقليل الملح وإنما بالعلاج. نظم فرع التعليم في إقليم عنسبة بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا دورة لتشجيع تعليم الزمالة في مدرسة أسماط الداخلية في 3 يوليو الجاري، التي نظمت تحت شعار ما تلقيناه مجانا نقدمه مجانا لتنفذ في صيف هذا العام. وقدمت الدورة لطلاب المرحلة الثانوية المتفوقين لتساعدهم على نقل المعرفة وتعليم المراحل أدناها. وأشار مسؤول الفرع التعليم بالإقليم الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن البرنامج نتج عن خبرة مجربة في مدرسة ورساي كالو الثانوية، وأنه الآن يتم تنفيذه في مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لتساعد طلاب المرحلتين للانتقال إلى المرحلة التي تليها. وأوضح المتدربين والأساتذة المشرفين على البرنامج أن الدورة ركزت على تدريب الطلاب المتطوعين على كيفية تعليم مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية وطريقة التقييم التعليمي لتساعدهم في مهمة تقديم دروس صيفية لطلاب المحتاجين. استعرض فرع الاتحاد الوطني للمرأة في ألمانيا تقدم تنفيذ خططه للنصف الأول من عام 2025، وذلك في اجتماع لجنته التنفيذية الذي عقد في مدينة مانزل الألمانية في 5 يوليو الجاري. وبعد تقييم معمق للأنشطة التي نفذت خلال الأشهر الستة الماضية، وضع المشاركون خطط عمل للأشهر الستة المقبلة بناء على نقاط القوة. وأشادت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في ألمانيا السيدة لول تولد بالأنشطة التي نفذت خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكدة أن الأعضاء سيواصلون كعادتهم وقوفهم إلى جانب الشعب والحكومة في التصدي للعدائيات وتحقيق برامج التنمية. وتبرع فرع الاتحاد الوطني للمرأة في ألمانيا بمبلغ 43,879 يورو هذا العام بالتعاون مع التنظيمات الوطنية الأخرى. سيداتي سادتي، إلى فاصل وما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي دول جنوب شرق آسيا إلى التمسك بمبادئ الانفتاح والتعاون، موجها رسالة تؤكد على أهمية التضامن في وقت يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على دول المنطقة. وقال وانغ خلال اجتماع في كوالالمبور بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان: سنعمل مع دول آسيان على ترسيخ القيم الآسيوية القائمة على السلام والتعاون والانفتاح والشمول. تأتي تصريحات وانغ في وقت يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية أعلى على شركاء رئيسيين للولايات المتحدة اعتبارا من الأول من أغسطس، تشمل رسوما بنسبة 25 على السلع المستوردة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، مشيرا إلى محاكمة رئيس البلاد السابق جاير بولسونارو. ويخضع بولسونارو للمحاكمة في البرازيل بتهمة محاولة قلب نتائج خسارته في انتخابات عام 2022، ويواجه تهمة من بينها التورط في منظمة إجرامية مسلحة ومحاولة إلقاء حكم القانون الديمقراطي بالعنف. وقد وجه الرئيس الأمريكي رسالته المتعلقة بالتعريفات الجمركية إلى نظيره البرازيلي الحالي لويس إنياسيو لولا دا سيلفا الذي تولى السلطة من بولسونارو في عام 2022. ورد لولا بأن الرسوم الجمركية بنسبة 50% ستؤدي إلى تفعيل قانون المعاملة بالمثل للاقتصاد البرازيلي، ما يسمح بتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار والملكية الفكرية للبلدان التي تضر بالقدرة التنافسية لبلاده
احتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي مفاوضات بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. وقالت السكرتيرة الصحفية لباشينيان أنه بدأ لقاء ثنائي بين رئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس جمهورية أذربيجان في أبو ظبي في إطار عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان. وفي 13 من مارس الماضي أكدت وزارة خارجية أرمينيا انتهاء المفاوضات حول معاهدة السلام مع باكو، مشيرة إلى أن الوثيقة جاهزة للتوقيع. وأفادت الخارجية الأذربيجانية أيضا أنه تم بالفعل إنجاز المفاوضات حول نص مشروع اتفاقية فرض السلام والعلاقات الثنائية بين البلدين. وهكذا مشاهدينا الفاضل نوصل إياكم إلى ختام هذه النشرة، لكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. اتحاد الشباب والطلبة يجري تقييما لأنشطة نصف السنة. تخريج أكثر من 200 مواطن من دورة العلوم الاجتماعية. دعوة لتوخي الحذر من تناول الأملاح. الصين تدعو الدول الآسيوية للتضامن مع اقتراب فرض رسوم ترامب. ترامب يفرض على البرازيل رسوما جمركية جديدة. وزعيم أرمينيا وأذربيجان يلتقيان لبحث عمليات السلام. دمتم في أمان الله وحفظه.